لو كتفك بيصرخ من الوجع مع أقل حركة بتعملها، ولو الألم ده وحش لدرجة إنه بيقومك من عز نومك، ولو سمعت جملة ده مجرد التهاب أوتار في الكتف، وخدت مسكنات أو حقنة والألم اختفى شوية ورجع لك تاني أقوى من الأول ب100 مرة، يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده للآخر، لأن في 99% من الحالات الموضوع مش التهاب تافه، ولو طنشته ممكن يتحول لقطع كامل في الوتر. أنا الدكتور عمرو عياد، استشاري العلاج الطبيعي للعمود الفقري والمفاصل بالولايات المتحدة الأمريكية وبمصر. والنهاردة أنا مش جاي أكلمك كلام دكاترة معقد، أنا جاي أوريك الحقيقة الكاملة ورا ألم الكتف بطريقة بسيطة، إيه اللي بيحصل جوه كتفك بالظبط، وإزاي ممكن بجد تتجنب عملية جراحية مرعبة في المستقبل لو بس ركزت معايا. كلمة السر النهاردة هي روتيتور كف. يعني ايه روتيتور كف؟ تخيل ان مفصل كتفك هو اكتر مفصل بطل وخارق في جسمك كله، بيتحرك في كل الاتجاهات، وده اللي بيخليه مرن جدا، وفي نفس الوقت بيخليه اكثر مفصل معرض للاصابات الوحشة. اللي بيتحكم في الحركة الخارقة دي هي فرقة من القوات الخاصة من العضلات والاوتار اسمها الروتيتور كف او الكفة المدورة. مهمتها ايه الروتيتور كف دي؟ مهمتها ان هي تثبت المفصل في مكانه زي القفل، وتخليك ترفع وتلف دراعك زي ما انت عايز. الاوتار دي اللي هي زي حبال قوية بتربط العضلات بالعظم، بتعدي في نفق ضيق جدا بين عظمة دراعك وعظمة تانية اسمها الاخرم او الاكروميون. تخيل ان الوتر ده حبل سميك والعظمة اللي فوقه حفتها حادة، اي ضيق في النفق ده بيخلي الحبل يحك في الحافة الحادة مع كل حركة، فيبدأ يتقطع ويتنسل، وده معناه ألم جامد جدا ممكن يخليك مش قادر تحرك دراعك. في اسباب كتير لالتهاب او قطع اوتار الكتف، لكن اول سبب هتستغربوا جدا، انت متخيل ايه؟ سبب بنشوفه كل يوم، مش جاي من الجيم ولا من الوقعات. السبب الصادم هو قعدتك الغلط. ايوه زي ما سمعت كده، كتافك اللي راميه لقدام وراسك اللي مدفونه في الموبايل او اللابتوب. القعده دي بتعمل مصيبه. تخيل ان كتفك ده باب، ووضعيه جسمك هي الاطار بتاع الباب، او زي ما بنسميه في مصر الحلق بتاع الباب. لو الاطار ده اتعوج، الباب مش هيفتح ويقفل صح، هيبدا يبقى فيه احتكاك، والمفصلات اللي هي الاوتار هتتحشر وتتلف مع كل حركه. ده اسمه انحشار اوتار الكتف او impingement. وشويه بشويه الوتر اللي بيتاكل ده وبيلتهب بيتطور من مجرد تهيج لاعتلال لقطع جزئي، ولو كملت بنفس الاهمال ممكن يوصل لقطع كامل في وتر الكتف. السبب الثاني لالتهاب او قطع اوتار الكتف، وهو هيعتبر الصدمه الثانيه، مش كلنا اتخلقنا زي بعض. في ناس حرفيا مولودين بعظمه الاخرم اللي اتكلمنا عليها دي معوجه او ليها خطاف، بنسميه تايب 2 او تايب 3 اكروميون، يعني النوع الثاني او النوع الثالث. تخيل ان معظم الناس سقف الاوضه بتاعتهم عالي ومستوي، لكن الناس دي مولودين بسقف واطي وفيه نتوءات حاده، يعني احتماليه ان راسهم تخبط في السقف، الوتر ينحشر، يعني اعلى بكتير حتى لو ما عملوش اي مجهود يذكر. ده مش مرض، ده مجرد شكل تشريحي اتولدت بيه، لازم تاخد بالك منه. السبب الثالث لالتهاب او قطع اوتار الكتف، وده السبب السري اللي 90% من الناس بتتجاهله. تخيل ان في لعبة شد حبل عنيفة على مفصل كتفك. عضلات صدرك الامامية هي فريق قوي جدا بيشد دراعك لقدام ولجوه، وعضلات ظهرك من فوق اللي المفروض توازنهم فريق ضعيف ومستسلم. النتيجة الفريق الامامي بيكسب وبيسحب كتفك من مكانه الصح، وده بيزنق الوتر اكتر واكتر، فوضى كاملة يعني. وطبعا ده بيخلي مع حركة الكتف خاصة ان كفك يبقى فوق راسك اللي بنسميه الاوفر هيد موفمنت، بيخلي يحصل احتكاك وضغط على الوتر، فيؤدي الى التهاب وبعد كده اعتلال ثم قطع. طب ايه اسباب تانية لالتهاب او قطع اوتار الكتف؟ في رياضات بتحمل على الكتف زي السباحة، التنس، البيسبول، او اي رياضة فيها رمي بنسميها throwing sports، او اي رياضة فيها repetitive overhead movement، يعني تبقى ايدك او كف ايدك دايما فوق راسك في حركات متتالية وسريعة. طبعا الجيم ورفع الاثقال، خاصة لو انت بتتمرن بطريقة غلط او بتعمل بعض التمرينات بطريقة غلط، ده من احد الاسباب الشائعة لالتهاب اوتار الكتف. كمان في شغلانات معينة زي النقاشين او النجارين او الناس اللي بيرفعوا ايديهم طول اليوم. كمان احد اسباب التهاب وقطع اوتار الكتف، وخاصة بنشوفها في كبار السن، هي انك تقع على دراعك او تاخد خبطة مباشرة في كتفك. تعالوا بقى نتكلم على التشخيص. اكبر غلطة في تشخيص التهاب او قطع اوتار الكتف، ودي اكبر كارثة انا بعتبرها، انك تروح لطبيب يشخصك بمجرد الفحص او الكشف الاكلينيكي ويقول لك ده التهاب اوتار، ويكتب لك على بعض مضادات الالتهاب او يدي لك حقنة كورتيزون
ويقول لك مبروك. طب ليه ده فخ مميت؟ لان الحقنه دي زي ما تكون بتقطع سلك جرس انذار الحريق. صوت الجرس اللي هو الالم بيختفي لان الالتهاب مؤقتا بيقل، لكن الحريقه اللي هي الالتهاب او القطع اللي في الوتر لسه شغال وبتكبر وبتدمر المكان كله وانت عايش في وهم انك خفيت. الدراسات بتقول انها ممكن تضعف نسيج الوتر نفسه على المدى الطويل، واحيانا حقنه الكورتيزون الموضعيه تؤدي الى قطع في الوتر او سهوله قطع في الوتر، خاصه لو اخذتها اكتر من مره في فتره قصيره. مهم جدا انه ما تتجاهلش موضوع التهاب الوتر او ان انت تعتمد فقط على الفحص الاكلينيكي، لان احيانا بيكون في مشاكل مش بتبان غير في الاشعه. طب التشخيص الصح ده بيتم ازاي؟ في معظم الحالات التشخيص بيتم عن طريق الالترا ساوند التشخيصي او الموجات فوق الصوتيه او اشعه سونار على الاوتار بتاعه الكتف. ده سلاحنا السري، ده مش مجرد صوره، ده يعتبر زي بث مباشر من قلب المعركه، كانه كاميرا مراقبه بنحطها جوه كتفك تورينا كل حاجه لايف، الالتهاب وحجم الوتر والقطع سواء جزئي او كامل، والوتر وهو بيتحرك وبيتعصر قدام عينينا وانت بتحرك دراعك. ابحاث بالالاف بتاكد ان دقه الموجات فوق الصوتيه التشخيصيه خارقه في كشف التمزقات، وممكن تكون زي الرنين المغناطيسي بالظبط لو اللي بيعمله شاطر وخبير. مش بنحتاج الرنين المغناطيسي غالبا غير لو شاكين في كارثه كبيره او بنخطط لجراحه. نيجي بقى للعلاج، وده اهم جزء في الفيديو. المسكنات لوحدها من غير علاج طبيعي هي اكبر خدعه في التاريخ. المسكنات او مضادات الالتهاب او بسط العضلات بتسكن الالم، بتقلل الالتهاب، لكن اساس المشكله الميكانيكي اللي احنا شرحناه في الاول مازال موجود. وطبعا قلنا ان حقنه الكورتيزون لوحدها كعلاج في البدايه مش احسن حاجه الا لو طبيب العظام شايف ان الالتهاب جامد جدا وعايز يقلله عشان تقدر ان انت تكمل علاج طبيعي، لكنها ليست بديل عن العلاج الطبيعي. حقنه الكورتيزون باختصار ما بتعالجش سبب المشكله بتكمل في طريقها من التهاب لاعتلال وبعد كده قطع. العلاج الحقيقي هو العلاج الطبيعي السليم. هنا بقى وقت الجد، ده العلاج اللي هيغير اللعبه كلها. العلاج الطبيعي الصح عامل زي شغل المحقق الخبير، مش بيبص على الضحيه اللي هو الالم وخلاص، لا ده بيحلل مسرح الجريمه كله، وضعيه جسمك، حركه لوح كتفك، قوه كل عضله، وشكل الالم عشان يعرف مين الجاني الحقيقي. طيب ايه هي وسائل العلاج الطبيعي اللي بنستخدمها لعلاج التهاب او قطع وتر الكتف؟ حسب حالتك بنبدا اول حاجه بالتشخيص السليم عن طريق عمل كشف العلاج الطبيعي او تقييم العلاج الطبيعي اللي من خلاله بنقدر ان احنا نحدد المشكله الميكانيكيه ايه هي بالظبط. تاني حاجه بنستخدم اجهزه على راسها واهمها اشعه الليزر او الليزر ثيرابي، ده بنقلل بيه الالتهاب، وده من اهم الحاجات اللي بتساعد على التئام الالتهاب اللي موجود. تاني حاجه هو نوع من الموجات فوق الصوتيه المتطوره بنسميه فونوفوريسيس، او نوع من العلاج الكهربائي المتطور بنسميه ايونتوفوريسيس. وهنا احنا بنستخدم جل او ماده مضاده للالتهاب بندخلها من خلال مسام الجلد على مكان التهاب الوتر مباشره من خلال يا اما الموجات فوق الصوتيه او الذبذبات الكهربائيه. وده مش مجرد الالترا ساوند العادي او الموجات فوق الصوتيه العاديه او الذبذبات الكهربائيه العاديه، ده نوع متطور من العلاج الكهربائي. عندنا كمان نوع من العلاج الكهربائي اسمه الهاي فولتج كومبو او الانترفيرنشال ثيرابي، ودي حاجات بتساعد على التئام الانسجه مع تنشيط الدوره الدمويه وعلاج الالتهاب والتورم اللي موجود. كمان بنستخدم التلج عشان نوقف الالتهاب، وممكن نستخدم كمان التسخين على حسب احنا بنعمل ايه. حاجه المهمه جدا كمان في علاج التهاب او قطع اوتار الكتف في العلاج الطبيعي هو العلاج اليدوي او المانيوال ثيرابي. والمقصود بالعلاج اليدوي او المانيوال ثيرابي ان دكتور العلاج الطبيعي بيستخدم ايده او اداه معينه علشان يعالج المشكله. العلاج اليدوي ده فيه حاجات كتير جدا، من ضمنها حاجه اسمها سكابولار موبيلايزيشن، تحريك لوح الكتف، جليني هيرمون موبيلايزيشن، تحريك مفصل الكتف نفسه، سوفت تيشو موبيلايزيشن، ان احنا نبدا ان احنا نشتغل بادوات حاجه اسمها جراستون تكنيك او انسترومنت اسيستد سوفت تيشو موبيلايزيشن، بنبدا ان احنا نكسر بيها بعض التشنجات اللي موجوده ونعيد تنظيم الالياف العضليه علشان نرجع الحركه الطبيعيه. كمان استخدام الشوك ويف ثيرابي مفيد جدا في حالات التهاب واعتلال وتر الكتف وعلاج التهاب باطن القدم والشوكه العظميه. هنحط لكم رابط في صندوق الوصف. الشوك ويف لوحده ليس علاج سحري ونهائي لالتهاب او اعتلال اوتار الكتف. طبعا الجزء الاهم في العلاج الطبيعي هو التمرينات العلاجيه التصحيحيه، والتمرينات العلاجيه دي غير التمرينات الرياضيه. التمرينات العلاجيه دي بتتعمل تحت اشراف دكتور علاج طبيعي متخصص، مش حد مثلا كابتن في جيم او حد خريج تربيه رياضيه، لازم يكون دكتور علاج طبيعي متخصص بعد عمل فحص العلاج الطبيعي اللي اتكلمنا عليه. وده اهم مرحله في التحدي كله. التركيز هنا هو بناء جيش من العضلات عشان يحمي كتفك، والفكره مش ان احنا بنشتغل على اي عضلات وخلاص، احنا في عضلات معينه لازم نقويها وفي عضلات معينه لازم نزود المرونه بتاعتها عشان يبقى في توازن وتحكم. الموضوع كده اشبه بضبط زوايا العربيه مش تغيير الموتور. احنا بنصلح المشكله الميكانيكيه اللي حصلت في كتفك زي ما
ما اتكلمنا ان في عضلات من قدام بتبقى قويه زياده عن اللزوم وبتبقى متشنجه زياده عن اللزوم زي عضلات الصدر الاماميه، والعضلات الخلفيه بتاعه الظهر وبتاعه الكتف الخلفيه بيحصل فيها ضعف وبتبقى دايما في وضع اوفر ستريتشد او وضع ان هي مشدوده زياده عن اللزوم. عشان كده مهم جدا ان احنا بنركز على عضلات معينه زي الميدل واللور فايبرز اوف ذا ترابيزيوس، البوستيريور دلتويد وعضلات اخرى، وطبعا القوات الخاصه نفسها اللي هي الروتيتور كاف ستابيلايزرز. طبعا الكلام ده لازم يتعمل تحت اشراف دكتور علاج طبيعي، ما ينفعش تطلع تمرينات من على النت علشان تعالج بيها التهاب الوتر او تروح لكابتن في جيم، لانك اكشلي ممكن تزود المشكله وممكن القطع الجزئي يتحول لقطع كلي او الالتهاب او الاعتلال يتحول لقطع جزئي لو عملت تمرينات بطريقه غلط. الجزء المهم جدا كمان في العلاج هو تعديل النشاط اليومي. العلاج مش بيخلص في الجلسه، لازم تتعلم قواعد البقاء الجديده، ازاي تلبس هدومك وانت بتتعالج لما يكون الوتر فيه مشكله من غير ما تصرخ. دايما تتعود انك تلبس بالناحيه اللي فيها المشكله وبعدين الناحيه الثانيه اللي ما فيهاش المشكله، واما تيجي تقلع الاول الناحيه اللي فيها المشكله وبعد كده تقلع الدراع اللي ما فيهوش المشكله. كمان مهم جدا لو هتجيب اي حاجه من رف فوق او تجيب اي حاجه من ورا، اي حركه بتوجع الكتف استخدم فيها الدراع الثاني. كمان نقطه مهمه جدا انك ما تحملش على دراعك وانت قايم من على كرسي او انت قايم من على السرير، ما تحملش على دراعك اللي فيه المشكله. حاول كمان ما تنامش على الدراع اللي فيه المشكله، تنام على الدراع الثاني وتجيب مخده تريح دراعك عليها، او تنام على ظهرك وتجيب مخده بالطول تريح دراعك عليها. كل دي حاجات مهمه جدا، زي برضو كمان شيل الحاجه الثقيله او انك تزق حاجه ثقيله او تسحب حاجه ثقيله. دي حاجات كلها انت محتاج تتجنبها لو انت عندك التهاب في اوتار الكتف. في نقطة مهمة كمان عايز اتكلم عليها، هي مدة العلاج المتوقعة. تحدي بتاع علاج التهاب او اعتلال اوتار الكتف ده بياخد وقت شوية. اعتلال الوتر او التندونوباثي ده بياخد من 6 اسابيع لحد 3 شهور من العلاج الطبيعي. لو في قطع جزئي او قطع كلي ممكن يوصل من 3 الى 6 شهور من جلسات العلاج الطبيعي. طبعا الناس هتستغرب، هل قطع الوتر الكامل ممكن يتعالج بالعلاج الطبيعي؟ في بعض الحالات من القطع الكامل، طبعا ده بيبقى بناء على الفحص وبناء على عوامل كتير جدا زي سن المريض، حجم القطع، مستوى النشاط، مكان القطع. احيانا في حالات احنا بنعالجها حتى لو الوتر مقطوع قطع كلي، وطبعا دي حاجة انت بترجع فيها لطبيب العظام الثقة مع دكتور او استشاري العلاج الطبيعي الثقة بعد الفحص يحددوا لك العلاج المناسب لحالتك. طبعا في حالات ما فيش مفر من استخدام الجراحة، وغالبا الجراحات دي بتتعمل بالمنظار، واهم حاجة عشان الجراحة تنجح هو العلاج الطبيعي. لو القطع طبعا على حسب نوع القطع، صغير متوسط او كبير وحجم القطع قد ايه، بيبقى في برنامج علاج طبيعي معين، مش مسألة انك ترفع دراعك او تحرك دراعك وتنزله وشوية اجهزة وخلاص. فمهم جدا انك لو هتعمل عملية لاصلاح اوتار الكتف المقطوعة لازم تروح لدكتور علاج طبيعي متخصص وتبدأ علاج طبيعي من تاني يوم بعد الجراحة. وفترة العلاج الطبيعي غالبا في المتوسط بتبقى 4 شهور عشان تستعيد وظيفة الكتف كاملة وما يبقاش في اي مشاكل ان شاء الله. اهم نقطة عايز اقولها انه ألم كتفك مش بسيط، بس هو مش حكم اعدام. التشخيص الصح والعلاج الصح في الوقت الصح هيمنعوا الكارثة ويمنعوك انك تدخل اوضه العمليات. لو كتفك بيوجعك اسأل نفسك سؤال واحد، انا بعالج السبب ولا بس بقتل الألم مؤقتا؟ لو الفيديو عجبكم اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زرار الجرس، وابعتوا لأي حد تعرفه عنده مشكلة في الكتف. دمتم في صحة وعافية. كان معكم الدكتور عمرو عياد وبودكاست طبيبك. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.